هل في شخص يقدر يأذيك من غير ما يقابلك، من غير ما يلمسك؟ كل اللي محتاجه مجرد دمية صغيرة وشوية شعر منك أو حتى صورة. يمكن تكون شفت المشهد ده في أفلام الرعب كتير، شخص بيغرز إبرة في دمية وفي نفس اللحظة الضحية بتصرخ من الألم. لكن السؤال، هل ده مجرد خيال ولا في أصل للقصة دي؟ النهاردة هنتكلم عن واحدة من أكتر المعتقدات إثارة للجدل في العالم، معتقد بيخوف ملايين الناس بمجرد بس سماع اسمه: الفودو. في ناس بتقول انه دين روحي قديم، وفي ناس تانية مقتنعة انه اخطر انواع السحر الاسود، وانه قادر يلعن الناس ويتحكم في عقولهم وكمان يحولهم لزومبي. لكن قبل ما نصدق اي حاجة لازم نسأل سؤال واحد: كم حاجة من اللي سمعناها عن الفودو حقيقية، وكم حاجة اتخلقت بسبب الاساطير وافلام هوليوود؟ في الحلقة دي هنعرف اكتر عن تاريخ الفودو، هنعرف اصله، وهنتكلم عن دمية الفودو واساطير الزومبي اللي بيقولوا عليها واغلب القصص اللي اتربطت بيه. وفي النهاية هتقرر بنفسك، هل الفودو مجرد معتقد فهمه ولا في اسرار لسه محدش قدر يفسرها؟ انا ماجد ودي قناه غبار، وهنتكلم النهارده عن الفودو. علشان نفهم الفودو لازم نرجع بالزمن لأكتر من 500 سنة. البداية في غرب أفريقيا، في مناطق زي بنين وطوجو وغانا. هناك كانت قبائل كتير عندها معتقدات روحية بتؤمن إن العالم مش بيتكون بس من اللي بنشوفه، لكن كمان في عالم للأرواح، وإن الإنسان يقدر يتواصل مع أرواح الأجداد أو الأرواح اللي بيعتقد إنها بتأثر في الحياة. ومع تجارة العبيد عبر المحيط الأطلسي، ملايين الأفارقة اتنقلوا بالقوة لجزر البحر الكاريبي ومن بينهم هايتي، وهناك حاولوا يحافظوا على معتقداتهم رغم الظروف القاسية اللي كانوا بيتعرضوا لها، واختلطت بعض ممارساتهم بعناصر من الديانة المسيحية. ومع الوقت ظهر الشكل اللي معروف النهارده باسم الفودو الهايتي أو ديانة الفودو. وده مهم جدا، لأن أول معلومة ناس كتير ما تعرفهاش هي إن الفودو بالنسبة لكتير من أتباعه مش لكنه دين أو معتقد روحي ليه طقوس وصلوات واحتفالات خاصة بيه. لكن في نفس الوقت على مدار السنين ظهرت أشخاص ادعوا إنهم بيستخدموا طقوس ليها علاقة بالفودو لإيذاء الناس أو عمل لعنات، وده اللي خلى اسم الفودو يرتبط في أذهان الناس بالسحر والخوف. ومع مرور الوقت دخلت هوليوود على الخط، الأفلام بدأت تعرض الفودو على إنه عالم مليان دمى مسكونة ولعنات اللي بيقتل أي حد يقف قدامه. لكن هل الصورة اللي اتصدرت لينا حقيقية ولا السينما خلطت بين معتقد ديني وروايات مرعبة؟ وعلشان نجاوب على السؤال ده لازم نتكلم عن أشهر رمز في الفودو، وهي الدمية اللي ملايين الناس بيعتقدوا إنها تقدر تسبب الألم والموت بمجرد غرز إبرة فيها. أول ما حد يسمع كلمة فودو غالبا أول حاجة بتيجي في دماغه هي الدمية، دمية صغيرة معمول ليها عينين ومتخيطة، وشخص ماسك إبرة وكل غرزة فيها بتسبب ألم لإنسان موجود على بعد آلاف الكيلومترات. المشهد ده بقى من أشهر مشاهد الرعب في العالم، لكن الحقيقة هي إن الموضوع أعقد بكتير من كده. إيه اللي خلى دمية الفودو مشهورة بالشكل ده؟ مش التاريخ لكن السينما. أفلام هوليوود اللي كررت نفس الفكرة مئات المرات، لدرجة إن ملايين الناس بقوا مقتنعين إن دي أهم أداة في الفودو. لكن الباحثين في تاريخ الفودو بيقولوا إن استخدام الدمية بالشكل اللي بنشوفه في الأفلام مش هو جوهر الديانة ولا أشهر طقوسها. فكرة استخدام دمية لتمثيل شخص موجود في ثقافات مختلفة حول العالم مش مرتبطة بالفودو لوحده، وده ما يمنعش إن في أشخاص على مر السنين ادعوا إنهم بيستخدموا دمى وتمائم في أعمال أو الأعمال سواء تحت اسم الفودو أو غيره. لكن الادعاءات دي مفيش عليها دليل علمي بيثبت إن غرز إبرة في دمية بيسبب أذى حقيقي لشخص بعيد. العلم خارج عن الحدود دي خالص. لو دمية الفودو بالشكل اللي في الأفلام مش هي الحقيقة الكاملة، إيه يخلي ملايين الناس يصدقوا إنها مرعبة بالشكل ده؟ الإجابة لأن في قصص وحوادث انتشرت في هايتي خلت ناس تعتقد إن الفودو قادر يعمل حاجة أكتر بكتير وأخطر من مجرد دمية، زي إنه يرجع ميت للحياة أو على الأقل يحوله لزومبي. تخيل إنك واقف في جنازة شخص تعرفه وشفته بعينك وهو بيدفن بعد شهور أو حتى سنين، ماشي قدامك في الشارع مش بيتكلم ونظرته ثابتة وملامحه شاحبة جدا وكأنه إنسان لكنه مش هو. القصة دي اتكررت في هايتي عشرات المرات على مدار السنين، كل مرة الناس كانت بتقول إنه تحول لزومبي. في المعتقدات الشعبية في هايتي كان في اعتقاد إن بعض أو اللي بيسموهم أحيانا البكور يقدروا يحولوا الإنسان لزومبي، شخص فاقد إرادته بينفذ بس الأوامر من غير ما يعترض أو حتى يتكلم. وكانوا بيقولوا إن الساحر يقدر يسيطر على الضحية دي ويخليه يعيش كأنه جسد بيتحرك لكن من غير شخصية ومن غير حرية خالص. بالنسبة لأصحاب المعتقد ده الزومبي مش وحش بياكل البشر زي أفلام الرعب، لكنه إنسان فقد إرادته، مجرد روح
في جسد لا قادر يعترض ولا قادر حتى يتكلم. خليني احكي لك عن واحده من اشهر القصص، كانت عن راجل من هايتي اسمه كليرفيوس نارسس. سنه 1962 اعلن رسميا انه توفى واتدفن، وبعد حوالي 18 سنه ظهر شخص قال ان هو نفسه، وانه كان واعي باللي بيحصل لكنه كان فاقد القدره على المقاومه لفتره طويله. القصه دي اثارت ضجه لفتره طويله وخلت علماء واطباء يسافروا لهايتي مخصوص عشان بس يفهموا ايه حصل، ويقولوا هل فعلا احنا قدام معجزه ولا خدعه ولا في تفسير علمي محدش يعرف. بعض الباحثين بداوا انهم يطرحوا شويه نظريات، منهم مثلا اللي قال ان حالات الزومبي المزعومه ممكن تكون مرتبطه بمواد سامه بتؤثر على الجسم او الجهاز العصبي، فبتخلي الشخص يبان كانه او يفقد وعيه وارادته بفتره قليله. لكن لحد النهارده مفيش دليل علمي قاطع بيثبت ان حد يقدر يحول الانسان لزومبي بالشكل اللي بنشوفه. كلها ممكن تكون ظواهر علميه غير منتشره، فممكن يكون البعض او الاغلب مش عارفها. لكن زي ما قلت لك العلم خارج عن الموضوع ده، وده معناه ان القصص دي لسه محل جدل بين اللي بيعتبرها دليل على قوه أو قوة الفودو، واللي شايف إنها تفسيرات نفسية أو طبية أو حتى اجتماعية. لكن المفاجأة إن الزومبي مش أكتر حاجة مرعبة اتقالت عن الفودو، لأن في طقوس ورموز وأرواح ناس كتير بتقول إنها أخطر من أي لعنة. يمكن أكتر حاجة بتخوف الناس من الفودو هي طقوسه. مجرد ما تسمع الكلمة بتتخيل دوائر مرسومة على الأرض وشموع وأشخاص بيرقصوا حوالين نار، وأصوات طبول بتزيد مع مرور الوقت. لكن إيه اللي بيحصل فعلا في الطقوس دي؟ في الفودو لهايتي أتباع الديانة بيؤمنوا بوجود إله أعلى، وبيؤمنوا كمان بوجود أرواح بتعرف باسم لوا لوا، وبيعتبروا إنها وسيط بين البشر والإله. وفي احتفالات معينة بيتم تقديم أغاني ورقصات وإيقاعات طبول مخصوصة، لأنهم بيعتقدوا إن لكل روح في إيقاع خاص بيها ورموزها الخاصة. ومن أشهر الحاجات اللي ممكن تشوفها في الحفلات دي هي رموز هندسية معقدة بتترسم على الأرض أو على الحيطان. كل رمز منهم بيمثل روح معينة، وبيستخدم أثناء الطقوس كجزء من الممارسة الدينية. لكن مع مرور الزمن بدأت تظهر حاجات مختلفة تماما. ناس قالت إن بعض الأشخاص استخدموا أسماء الأرواح دي في أعمال وإنهم كانوا بيحاولوا يطلبوا منها الأذى أو اللعنات أو الانتقام من أشخاص معينين. والروايات دي هي اللي خلت كلمة فودو ترتبط في أذهان الملايين من الناس بالسحر. في هايتي حصلت قصة غريبة جدا لدرجة إنها خلت العالم كله يرجع يبص للفودو مرة تانية. قصة فيها موت وشخص رجع بعد ما الكل كان متأكد إنه انتهى للأبد. يوم 30 ابريل 1962 في قريه صغيره في هايتي دخل راجل اسمه كليرفيوس نارسس المستشفى، وهو بيشتكي من حمى شديده جدا والم في جسمه كله وصعوبه في التنفس. الاطباء حاولوا يساعدوه لكن حالته كانت بتسوء بسرعه، وبعد ساعات قليله اعلنوا خبر وفاته. ولحد دلوقتي كل الاحداث عاديه وطبيعيه جدا. شهاده وفاه اتكتبت باسمه واهله استلموا الجثمان واتعملت له جنازه واتدفن فعلا، وكده المفروض ان القصه انتهت. لكن بالنسبه له كانت لسه بتبدا. بعد حوالي 18 سنه في راجل ماشي في احدى قرى هايتي وقف قدام ست كبيره في السن وبص لها وقال انا اخوكي. الست بصت له باستغراب لان اخوها من 18 سنه فات واتدفن، وكل اهل البلد حضروا الجنازه بتاعته. لكن الراجل بدا انه يحكي لها تفاصيل محدش كان يعرفها غير اخوها الحقيقي فعلا، اماكن عاشوا فيها، قصص حصلت او احداث حصلت بينه وبينها، واسرار عائليه محدش يعرفها غيرهم. مع كل اجابه بدات الست تصدقه بالتدريج. الراجل قال لها انه هو في المستشفى كان سامع كل كلمه حواليه، كان سامع صوت الدكتور وسامع بكاء اهله وحاسس بيهم كلهم وهم بيحطوه في النعش، لكن جسمه كان عاجز تماما عن الحركه. وقال انه كان واعي حتى اثناء دفنه، لكن ما كانش قادر انه يصرخ او يتكلم ولا حتى يفتح عينه ولا ينقذ نفسه من الموقف اللي كان بيتعرض ليه. وبحسب روايته او اللي قاله بعد ساعات من الدفن مجموعه من الرجال فتحوا القبر وخرجوه خدوه المزرعه بعيد جدا، وقال انهم اجبروه على الشغل معاهم وما كانش قادر انه يهرب منهم لحد ما عرف يهرب ويروح لاهله. ولما القصه انتشرت العالم بدا كله انه يسال سؤال واحد: ازاي راجل اتدفن بشهاده وفاه رسميه يرجع للحياه بعد 18 سنه؟ لكن الغريب فعلا هو ان في مشهور بينهم بيقول ان هو اللي عمل كده ورجعه للحياه من تاني، والناس كلها كانت بتقول ان ده اكبر دليل على وجود الزومبي واكبر دليل على قوه الفودو. لكن في مجموعه من العلماء طبعا ما سكتوش عن الكلام اللي اتقال ده، وبداوا انهم يلاقوا تفسير منطقي للي حصل. فاقترحوا ان في حالات مشابهه حصلت وفي الاغلب بتكون مرتبطه بمواد سامه بتتسبب في حاله شديده من الشلل وانخفاض الوظائف الحيويه للجسم، فالشخص بيكون كانه توفى رغم انه ما زال حي. لكن بالنسبه للقصه دي لسه الباحثين مختلفين على تفاصيلها، ومفيش تفسير واحد متفق عليه يثبت صحه الروايه او ياكد فكره تحول البشر
لزومبي. لكن السؤال الحقيقي، لو قصة كليرفوس نارسيس حقيقية ولسه محل جدل، ازاي العالم كله اقتنع ان الفودو يقدر يصنع زومبي او يرجع الشخص للحياة تاني؟ الغريب ان اغلبنا عمره ما شاف طقوس فودو حقيقية، لكن كلنا تقريبا شفنا الفودو في الافلام او حتى في فيديوهات. على مدار عشرات السنين السينما قدمت الفودو على انه قوة شر مطلقة، لكن الحقيقة ان الصورة دي اتبنت حتة ورا حتة. في بداية القرن العشرين بدأت تظهر افلام رعب واستخدمت كلمة فودو لانها كانت غامضة ومخفية بالنسبة للجمهور، ومع كل فيلم جديد كانت بتضاف فكرة جديدة، مرة دمية ومرة لعنات ومرة السيطرة على العقول، لحد ما بقت الناس مقتنعة ان كل ده جزء اساسي من الفودو. وده خلق مشكلة كبيرة جدا، لان ملايين البشر بقوا يخلطوا بين المعتقدات الدينية والاساطير الشعبيه اللي بنسمعها والخيال السينمائي اللي بنشوفه. واحيانا كان اي حادثه غريبه بتحصل في هايتي بتتفسر فورا انها بسبب الفودو. طب هل معنى كده ان كل القصص اللي على الفودو كذب؟ مش شرط، لان في احداث حصلت فعلا لكن تفسيرها هو اللي لحد النهارده مختلفين عليه. في ناس بتقول انها كانت اعمال سحر، وناس شايفه انها خداع، وعلماء قالوا ان بعضها ممكن يكون ليه تفسيرات نفسيه او طبيه او حتى اجتماعيه. وده ياخدنا لاخر سؤال، بعد مئات السنين والاف القصص اللي اتحكت، هل الفودو فعلا سحر ولا مجرد ديانه؟ ولا احنا اللي بنخاف من الفكره اكتر ما بنخاف من الحقيقه نفسها؟ الفودو كلمه اول ما بنسمعها بنتخيل الرعب، لكن بعد ما رجعنا لاصله واكتشفنا تاريخه وسمعنا قصص الزومبي والدمى والطقوس، لقينا ان الحقيقه اعقد بكتير من مجرد فيلم رعب شفناه. في جزء من الحكايه مرتبط بدين ومعتقدات روحيه عند ملايين الناس، وجزء تاني عباره عن اساطير وروايات شعبيه انتقلت من جيل لجيل، وفي جزء ثالث صنعته السينما وافلام هوليوود وخلى العالم كله يشوف الفودو بعين واحده. هل في اسرار بس محدش قدر يفسرها، او في دليل علمي يثبت ان في شخص يقدر يحول انسان لزومبي او حتى يقتله بمجرد غرز ابره في دميه؟ لحد دلوقتي الاجابه لا. وده ما يمنعش ان الفودو هيفضل واحد من اكتر واخطر المعتقدات غموضا واثاره للجدل في التاريخ كله. وبكده تكون انتهت القصه. في النهايه ما تنساش تتابع اخواتنا في فلسطين واخواتنا في السودان وتقول لي ايه رايك في القصه، وتقول لي لو في حاجه حابب نتكلم عنها الفتره الجايه. كان معاك ماجد.